السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن تشحيم اللودر لو في بنز مش بيتشحم. ففي الحالة دي انت هتقدر تعمل ايه؟ زي ده كده، البنز ده كده بايظ، ما بيشحمش، ما بيستقبلش شحم البنز ده. فهي الطريقة اللي انت عشان السكينة ما تبوظش هتستعملها بديل الشحم لحد ما تركب جلب للدراع بتاع اللودر ده. فكده السكينة دي عايزة جلب في الدراع هنا، تمام كده. فالبنز ده ما بيستقبلش الشحم، فاحنا هنجيب زيت ونكبه هنا علشان السكينة ما يجرالهاش حاجة، ما تبوظش، والدراع بتاع اللودر ده ما يبوظش. تمام كده، هنجيبه جيركن الزيت ونفضه عليه علشان الجلب كده باظت. لحد بقى ان شاء الله لما تجيب جلب جديدة فهتقدر تغير البوز بتاع الشحم وهتشتغل زي ما انت عادي كده. خليكم معايا كده وشوفوا يا شباب. نجيب الجيركن بتاع الزيت، زيت وسخ او زيت رجوع عادي يعني. هذه الجيركن اهو معانا، نفتح الجيركن وهنجيب اي زيت لا مؤاخذة وسخ بتاع تغيير الزيت القديم عادي يعني، اي زيت رجوع عادي يعني. فض كده بالطريقة دي اهو، زي ما انت شايف كده اهو، نفضينا. دي طريقة اصلا، طريقة لحد لما انت تصلح الجلب وتجيب بنوز جديدة ان شاء الله. تمام كده يا شباب اهو. هنيجي هنا الناحية التانية اهو، وهتفضي نفس الطريقة، هتفضي كده اهو، تفضي الجنب ده كده اهو، اي زيت وسخ تفضي الجنب ده كده اهو، نفس النظام. تمام كده يا شباب، ده كده اسلم حل علشان السكينة ما تبوظش وتهلك على الفاضي. انت بعد كده ان شاء الله دي الطريقة دي مؤقتا يعني، بس بعد كده يا شباب هتغير الجلب وهتغير البنز اللي انت بتشحم بيه، وبعد كده ان شاء الله هيقبل معاك بالطريقة دي. وبعدين لو انت سبت الجلب ما حطيتلهاش لا زيت ريوع ولا ما حطيتلهاش شحم، كده السكينة معاك هتبوظ والدراع هيبوظ خالص، هيقعد يلف على الفاضي كده هاكل في الحديد. فدي اسلم طريقة اهو، زي ما انتم شايفين. دي كده اسلم طريقة لحد ما ان شاء الله تركب جلب وتركب البنز اللي هو ده. هتفكه تجيب مفتاح 11 او بيبة 11 وتفكه تجيب واحد جديد بعد ما تركب الجلب اللي جوه الدراع. تمام كده يا شباب، دي اللي هي الطريقة لو البنوز بتاعتك مسدودة او ما بتاخدش او ما باظت يعني. فدي اصلا طريقة ان انت تحط زيت ريوع، اي زيت عادي يعني، مش شرط يعني، اي زيت ريوع. الزيت اللي انت مثلا غيرته بتاع الموتور عادي، الزيت الوسخ لما مؤاخذة ممكن تغير بيه عادي، تاخد بيه وتحط كده، عفوا معلش، تاخد بيه وتحط على على السكينة كده. دي يعني شو يعني، هي مش بديل الشحم يعني، بس هي مؤقتا لحد ما انت تصلح ان شاء الله الجلب بتاعت الجلب بتاعت السكينة ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب، وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.